انا واحد السيد اللي ما عنديش غير كنحق الناس كل واحد وشحال كيعطيني كل مره وشنو كنجيب كل نهار ورزق. قالت لي شوف بغيتك على واحد الغرض وراني غندور معاك مزيان واي حاجه طلبتيها نعطيها. قالت لي غتجيب لي اي حاجه ديالو، سوا وسخ، سوا شي حاجه من شعره، سوا شي حاجه من حويجو. قلت لها انا فكرت غادا تعطيني 2 المليون. قالت لي جاتك. المهم فكرت مع راسي مزيان، حتى الشيطان ديالي عاونني قال لي غير توكل على الله. واحد السحاره جات عندي قالت لي غتجيب لي وسخ ديال واحد السيد وغادي ندور معاك مزيان واي حاجه طلبتيها غادي نعطيها لك. غادي نعاود لكم القصه من الاول حتى الاخر وانتوما غادي نتحاكموا واش انا اللي غلط ولا هاد السيده هي اللي غلطه. انا واحد السيد اللي خدام في واحد الحمام كسال، حتى غادي يجي عندي السيد اللي شاد لاكيس غادي يقول لي واحد السيده كتسول عليك برا بغاتك على قبل شي حاجه. قلت لي غير نسالي وانا غادي نخرج. المهم داكشي اللي كان ساليت، لبست حوايجي، خرجت عند السيده لقيتها مازال كتسنى فيا. لقيتها واقفه بواحد الطوموبيل اللي واعره بزاف والسيده نقيه. انا هنا ما عرفتش شنو باغا. انا قلت ربما بغات تسولني على شي حاجه ولا يمكن تالفه ولا الله اعلم، انا ما فهمت والو. جات عندي قالت لي انت هو فلان؟ قلت لها اييه هو انا، يعني جبدات لي سميتي، السيده كتعرفني. قالت لي انت اللي عندك وليدات مرتك سميتها كذا ساكن في البلاصه فلان فلانيه؟ قلت لها اييه هو انا ما فهمتش والو. قالت لي شوف بغيتك على واحد الغرض وراني غندور معاك مزيان واي حاجه طلبتيها نعطيها لك. قلت لها الله يسمعنا، اخبار الخير شنو هاد الغرض اللي بغيتي؟ قالت لي تعال غنحيدو من الدار. ركبت معاها في الطوموبيل مشينا لواحد القنت. قالت لي شوف انا عارفه هادشي اللي غادي نقول لك غادي يشوكيك ديال بصح، ولكن كنتمنى انك تعاون معايا واي حاجه بغيتيها غادي نعطيها لك، ما عنديش مشكل. قلت لا 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 غير قولي لي شنو كاين باش نعرف حتى انا، الا كان باستطاعتي انني نعاونك مرحبا ما كاينش فيها مشكل، حتى حنا راه بغينا نجريو غير في الخير. قالت لي خير ان شاء الله. قالت لي شوف، قالت لي واحد السيد راه كيجي هنا لهاد الحمام، راه سميتو فلان فلاني، راه عنده الطوموبيل كدا هادي. المهم عطاتني المواصفات ديالو ووراتني تصويرته. قلت لها هاد السيد كيجي عندي وانا اللي كنحك ليه، كيجي مره. قالت لي عرفت وانا تبعته عارفه انه كيجي لهاد الحمام. قلت لها انا شنو نطلب مني؟ قالت لي غتجيب لي اي حاجه ديالو، سوا وسخ، سوا شي حاجه من شعره، سوا شي حاجه من حويجو، اي حاجه كتخصو هو جيبها لي ونعطيك اللي بغيتي. انا بقيت غير كنشوف حيت ما عمرني درت شي حاجه بحال هادشي، وبقيت غير حال فمي وساكت. قلت لها لا شري فيا هادشي ما تنديروش، هادشي ماشي فعال ولاد الناس. قلت لي شوف غنعطيك اللي بغيتي، انا عارفاك كاري ومحتاج المصروف ومحتاج هادي ومحتاج هادي، يعني السيده وركتش عليا على نقطه الضعف ديالي اللي هو الفلوس. انا واحد السيد اللي ما عنديش غير كنحق الناس كل واحد وشحال كيعطيني، 20 درهم 30 درهم 50 درهم كل مره وشنو كنجيب كل نهار ورزق. ولكن هاد السيده غراتني ديال بصح، جبدات لي واحد الجوا فيه شي بركه تقريبا شي 1000 درهم. قالت لي خود هادي وفكر مع راسك مزيان وغادي نعطيك اللي بغيتي، المهم تقضي لي انا غير الغرض ديالي وهذا الشيء يبقى بيناتنا. قلت لها مرحبا لاله.
قلت لها انا فكرت غادا تعطيني 2 المليون. بطبيعه الحال انا قلت راه طلبت ليها شي حاجه اللي كبيره بزاف، حيت ما عمرني جمعت 2 المليون شديتها بيدي حسبتها، حيت اللي كيجيبو النهار كيديه الليل، غير الخضرات قضيه الكرا الماء الضو الدراري كسوه. يعني ما عمرني في حياتي جمعت ديك 2 المليون وشديتها كامله. قالت لي جاتك غير قضي لي الغرض وغنجيب لك 2 المليون ديالك. انا فرحت حيت بانت لي بالنسبه لي انا بانت لي فلوس كثيره. قلت لها صافي سهله ماشي مشكل، السيد كيجي كيحك عندي انا غادي نجيب لك اللي بغيتي، وسخ ديالو على حسابي انا غنجيبو لك، ما عنديش مشكل، ولكن انت غادا تهلاي فيا. قالت لي كون هاني واي حاجه طلبتيها مرحبا على الراس والعين. المهم هبطت من الطوموبيل مشيت كملت خدمتي داك النهار. ملي مشيت للدار دخلت وانا مرفوع، ما كاينش في هذا العالم. الزوجه ديالي عيات ما تسول فيا مالك، نقول لها والو غير ستريس ديال الخدمه، حتى الماكله ما كليتهاش، حتى الدراري ما دويتش معاهم. جيت وانا الهم ديالي والتفكير ديالي والبال ديالي كامل مشغول مع داك الموضوع اللي قالت لي هاد السيده، لانها خربقاتني ديال بصح. ما بقيت عارف من ندير، واش نتقدم ولا نتوخر، حيت انا فريمون محتاج لدوك الفلوس، وفي نفس الوقت ما باغيش نعصي الله وما باغيش نادي شي واحد وما باغيش ندير شي حاجه اللي تغضب الله، وما باغي نادي حتى شي واحد، حيت هاد السيده مادام انها طلبات ليا شي حوايج بحال هادو الا وانها باغات تادي هاد السيد وتكرفس عليه. الضمير ديالي ما هنانيش، عييت ما نفكر الليل كامل، وليت كنقول انا ماليش خاسر، ناخذ دوك الفلوس ونخوي هاد البلاصه، نكري في شي مدينه اخرى ولا في شي قنت اخر، وندبر على شي حمام اخر ونخدم وانا عادي كاينش مشكل. المهم فكرت مع راسي مزيان، حتى الشيطان ديالي عاوني قال لي غير توكل على الله، هادشي اللي غدير راه عادي، راه ماشي شي حاجه، انت راه غدير لها غير الوسخ ديال هذاك السيد، انت ما غدير والو، هي اللي باغا شنو باغا دير به الله اعلم. انا هكذا قنعت راسي. المهم قلت ليها كنت درت معاها النهار اللي غادي نصوني عليها هي فين غادا تجي عندي، حيت داك السيد كيجي مره يعني ما عندوش واحد الوقت محدد. المهم رجعت خدام في الحمام ديالي حتى لواحد النهار غادي يدخل داك السيد، وهاد السيد بالضبط كيتهلا فيا مزيان، يعني ماشي كيعطيني 20 درهم ولا 30 درهم، كل مره وشحال كيلوح ليا، بعض المرات 100 درهم 200 درهم. يعني السيد كيتهلا فيا وعزيز عليه بزاف، يعني فيما كنشوفو كنمشي كنحك ليه، قدر حتى ما يعطينيش كاع وما عنديش غرام ديال المشكل. المهم حتى لواحد النهار جا دخل داك السيد، دخل لبلاصتو، وصلت عليه بديت كنحك ليه، وهنا القلب عندي بدا كياكلني، بديت كنقول واش انا نكار الخير حتى لهاد الدرجه؟ على قبل 2 ريالات غنغدر هاد السيد مسكين اللي شحال هو كيجي وكيتهلا فيا ما عمرو خسر ليا خاطري. لا هادشي ماشي ديالي. وفكرت مزيان، انا كنحك ليه وكنشوف هذاك الوسخ ديالو كيخرج، كنقول نجمعو ما نجمعوش، حتى فكرت مزيان قلت هادشي ما مسلكنيش، اللي جاب الله من هاد الحمام انا قانع به، وما ندخلش على وليداتي الحرام ولا مرتي الحرام نهائيا. فكرت مزيان وقررت انني ما نعطيش لهاد السيده الوسخ مره، يعني ما نتعاملش معاها وما نعيط لها، ما نقول لها حتى شي حاجه، وإلا عاودت جات عندي غادي ندور فيها ولا نعيط لها للبوليس. هذا هو التفكير ديالي اللي فكرت ديك الساعه فاش كنت كنحك لداك السيد. المهم السيد تهليت فيه مزيان، حكيت ليه كسلتو، مشى لبس حويجاتو، خليتو حتى سالا وانا نعيط ليه. قلت ليه شوف قبل ما تخرج بغيت ندوي معاك ولكن ماشي هنا،
غنمشي معاك لطونوبيلتك ولا برا وغادي نهضر معاك وبغيت نقول لك شي هضره اللي مهمه كتهمك ديال بصح. السيد بحال تخربق قال لي يا مرحبا، غير نسالي نشرب كويس ديال اتاي ديالي غنخرج وجي عندي وندويو، مرحبا بك. المهم السيد هذاك النهار تهلا فيا كيف العاده، يعني السيد ماشي شي جيعان. المهم السيد ملي خرج مشى للطوموبيل ديالو تبعته، ريحت معاه ودويت معاه وقلت لي شوف هادشي اللي غادي نقول لك راه خطير بزاف، وهادشي اللي غنقول لك كيهمك انت. قال لي قول لي راك خلعتيني اش واقع؟ قلت له خير ان شاء الله. قلت لي راه كنت خدام في الحمام وجات عندي واحد السيده قالت لي بغيتك تقضي لي واحد الغرض وسولتها. انا قلت لها الا كانت شي حاجه نقدر نديرها مرحبا، ما عنديش غرام ديال المشكل. السيده وهي طلب مني قالت لي بغيتك تجيب لي وسخ ديال واحد السيد، وهذا السيد هو انت. وراتني تصويرتك وعرفتك علاش، حيت كل مره كتجي هنايا يعني صورتك ما غاداش تخفى عليا. وهنا ضرب فيا الضوء حيت هاد السيده عرفت انها باغات اذيك، وانا هاد الشيء اللي ما بغيتش نديرو. ورا قالت لي غادي نعطيك 2 المليون، وعطاتني واحد الجوا فيه 1000 درهم، دورت معايا وخديتها من عندها. ودابا راه كتسنى فيا باش نجيب لها الوسخ ديالك وناخذ هذيك 2 المليون. شنو بغات دير به الله اعلم، انا ما عارفش. المهم بديت كنوصف ليه هذيك السيده، بديت كنقول ليه راه دايره طويله عينيها دايرين كذا 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 كذا. المهم عطيتو المواصفات ديال هذيك السيده بالضبط. السيد بحال عرفها، قال لي عرفت هاد السيده، قال لي غنوريك التصويره وقول لي واش هي ولا ماشي هي. المهم جبد لي التصويره وراها لي. انا ملي شفتها قلت لي هي هادي اللي جات عندي. عرفتي السيد رجع للور وتشكى، قال لي عرفتي هادي شكون؟ قلت لي شكون؟ قال لي هادي من العائله، هادي مرت خويا. قال لي هادي من العائله، هادي مرت خويا. واحد الجنيه، واحد الشاطه ماطه، راه ما كتمرقش ما كتحشمش. غادي نعاود لك على السيده باغا الوسخ ديالي. السيده باغا تنتقم مني حيت كاين غير انا وخويا وعندنا واحد الورث اللي كبير، والاخ ديالي جا بغا يقسمو. انا قلت ليه ما نقسموش حيت الوالده ديالي مازال في الحياه، ما يمكنش نقسمو وهي باقا عايشه. هاد السيده باش غادا تعيش ملي حنا غادي نقسمو؟ السيد مرتو ولا ضاغطه عليه، دوي مع خوك، قسم معاه، خود رزقك خود هادي. السيد ولي ديما مضارب انا وياه، يعني تخاصمش انا وخويا، مخاصمه اللي خايبه بزاف لحد الان ما كنهضرش معاه بسبب الورث وبسبب هاد مرتو الشيطانه. علاش؟ حيت ما بغيش نقسم. قلت لي غير تحيد غير الوالده الله يطول لها في عمرها، نهار تحيد نقسم معاك ونعطيك رزقك. انا راه ما واكلكش، راه كاين غير انا وياك. هاد السيده باش غتعيش الا حيدنا هادشي. المهم السيد ما تفاهمش معاه، والزوجه ديالو حتى هي كتدخل في شي حاجه اللي ماشي ليها. صافي هنا فهمت ان السيده بغات تنتقم من هاد السيد وتحيدو من الطريق باش راجلها ياخذ هذاك الشيء كامل ويتنفعوا بهذاك الورث وهما يستافدوا منه. انا هذاك السيد ما ترددش، قال لي شوف ديك 2 المليون اللي بغات تعطيك غادي تاخذها وحلال عليك. قلت لي كيفاش غناخذها؟ قلت لي واش غتعطيها لي ولا شنو؟ قال لي ما غنعطيها لك ما والو، غتاخذها من عندها ومن عندها هي نيت. قلت لي كيفاش غنديروا لها؟ قال لي شوف غتجمع شي زبل من الزنقه وديرو في شي ميكا وعيط ليها، خذ فلوسك وعطيه هذاك الزبل وقول لها راه هذا هو الوسخ ديالو والشعر ديالو اللي جمعت ليه من الحمام، وديك الساعه خليني انا مني ليه، غادي نعرف كيفاش غادي نتصرف معها. المهم هبطت من الطوموبيل وانا نعيط للسيده، قلت لها شوف، قلت لها راه السيد راه جا اليوم وحك عندي وراني حيت لي شي وسخ ديالو وشي زغب وشي زبل ديالو هوايا، جا عندي
وجيبي لي معاك الامانه ونعطيك الامانه ديالك. داكشي اللي كان. السيده ما ترداتش، دارت معايا البلاصه فين غادي نتلاقاو، جات كتجري بطونوبيلتها. المهم مشيت عندها، جايب لها واحد الرزيمه فيها غير شي زبل جمعتهم من الزنقه. المهم باش ما يبانش هذاك الشيء معيق، قاديتو وصوبتو ودرتو في واحد الميكا عطيتو لها. قلت لها ها هو هذا هو الوسخ ديال السيد اللي بغيتي، عطينا رزقي. جبدت ليا واحد الجوا فيه 2 المليون مداتو ليا. انا شديتو مديت ليها الميكا، بديت غادي في حالي. تحركت مع غنتحرك هو يوقف على هذاك السيد. الشبكات بيناتهم نوضوها الصباط بمعيور، ضاربوا ناضت التروينه، الناس قاع تجوقوا عليهم، ناضت البلباله تما. انا سلت في حالي، خديت الفلوس وسلت، حيت وليت كنشوف انا اللي جابت الصداع في هادشي، وانا اللي شبكتها بيناتهم. علاش غادي نبقى تماكين؟ سلت في حالي وما عرفتهم باش فاروا. انا كنشوف راسي انني نقدت هاد السيد واعتقته من هاد الكارثه اللي كانت غادا تطراديه، وخديت هاد الفلوس حلال عليا كما قال هاد السيد. حيت انا في الاول فكرت انني ما غاديش ندير هاد الفعله باش ما ناديش هاد السيد مره، ولكن هو اقترح عليا هاد الفكره وقال لي فلوس غادي تاخذهم، وخديتهم ومشيت في حالي. باش فاراوها الله اعلم. انا اللي بغيت نعرف واش هاد الفلوس اللي خديت واش حلال عليا ولا حرام. كنتمنى انكم تعطيوني نصائح ديالكم في كومونتيرات. غادي ندخل غادي نقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين واحد بواحد وما تبخلوش عليا. حتى انت ولا انت عندك شي قصه وبغيتي تحكيها ونعاودوها بالطريقه ديالنا، كانك انت اللي واقف وكتحكي القصه ديالك، مالك غير تجي عندنا لاباج فيسبوك او الانستغرام، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، وعاود لي تما القصه ديالك من الاول حتى الاخر. حنا غادي نعاودوها بالطريقه ديالنا كانك انت اللي واقف وكتحكي القصه ديالك. ما تنساش تخلي واحد جيم وابوني وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد. والسلام عليكم.